اختي انا ناوي نطلع لاسبانيا ونبقى تما، ولكن محتار واش نطلع انا ومراتي وولادي ولا غير بوحدي وحتى ندير الوريقات غنطلعهم. شنو اللي حسن؟ ان شاء الله بحول الله غادي نجاوبك على هذا السؤال اخويا من خلال يعني اللي كنشوفو انا ومن تجربتي، وانت كيبقى الراي ديالك. يعني انت غادي تشوف اللي يخرجك من خلال هادشي اللي غادي نقولك. غادي نعطيك بجوج بيهم، من الا طلعتي بوحدك او لا طلعتي مع عائلتك، وانت شوف اللي غادي تشوفه احسن غدير به ان شاء الله بحول الله. اول حاجه السلام عليكم خوتي خواتاتي في كل مكان، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم في كامل الصحه يا ربي. هاد التساؤل هذا حطيته لكم هنا حيت ماشي واحد ماشي جوج اللي كيتواصلوا معايا سواء في الخاص سواء في القناه اولا في تيك توك، ودائما هاد السؤال هذا الناس كتحتار. كاين اللي كيخاف انه يطلع هو ووليداتو لاوروبا ويتكرفس، خصوصا ان الناس بزاف الناس اللي كتقول لهم يا ودي راه الكرا ما كاينش، الخدمه ما كايناش، غادي تكرفسوا غادي ديروا غادي تفعلوا غادي ديروا. وكاين الناس اللي كتقول لهم اطلع بوحدك وحتى دير وحتى هادي وعاد ديك الساعه تحسن لك. شو اخوتي، انا من خلال التجربه ديالي اول حاجه انا طلعت النهار الاول طلعت غير انا والوليدات، يعني حنا ما كناش ناويينها ولكن كتبت علينا. طلعت غير انا ولادي، عشت انا هنايا اسبانيا بوحديتي عامين ونص، والزوج ديالي بقى في المغرب. شتي راه ماشي سهله انك غادي تجي تعيشوا مفارقين، راه من ناحيه نتاع يعني يعني الوحش وتكرفيس وهذه راه ماشي سهله. بالنسبه لا للراجل ولا للمراه اللي طلع في الاول راه صعيبه وبزاف، لان بزاف كيديروا حتى ان المراه اللي كتطلع في الاول والراجل عاد كيتبعها، راه بزاف اللي كيديروها عادات هما. انت اولا انت قبل ما تطلعي يعني طالعين لهاد البلاد سواء اوروبا ولا فرنسا ولا اي دوله، يعني خصكم تكونوا عارفين واحد الحاجه ودارسينها، انكم غتعرفوا القانون ديال هاد الدوله هادي شحال عاد الوقت عاد غادي ندير الوريقات. حنا كنشوفوا بان مثلا اسبانيا كتقراو جميع الفيديوهات او اللي كنحط انا اولا اللي كيحط واحد اخر ان غدير غير عامين ودير وريقاتك. هنا كتبان لك الامور ساهله ملي كتكون باقي في البلاد او لا غير كتفرج فيها، لكن فاش كتحط في امام الامر الواقع فراه حاجه واحده اخرى. انا نعطيك نشرحها لك بالخشيبات، غير يكون عندك الصبر باش تتبع الفيديو حتى الاخر الا كنتي مهتم بهذا الموضوع هذا. غادي تطلع مثلا نحنا نقولوا لاسبانيا لانها هي اسهل. غادي دير عماين، غادي تقلب على واحد الكورسو، غادي تدفع الوريقات نتوما عارفين ان مؤخرا ولاو كيتعطلوا بزاف. انا كنهضر عن تجربه، يعني كاين البلايص اللي ولاو كيتعطلوا لهم حتى ل7 شهور عاد يجاوبوهم. ياك مثلا انا هاني دافعه نقولوا غادي 7 شهور عاد يجاوبوني، هيا ولات عامين و7 شهور غادي يجاوبوك. خصك دير واحد الكورسو وتقراه تقراه، يعني خصك تكمل ديك الكورسو هذاك كيعطيوك واحد الوريقات ديال عام. هذوك الوريقات د عام غادي تقدر انك تمشي وتشوف وليداتك وتزورهم في المغرب، لان هذوك الوريقات بويض كيخولوا لك انك تسافر، لكن ما كيخولولكش انك دير تجمع عائلي انك تجيب وليداتك. واش فهمتي؟ كتكمل هادوك خصك تقلب على كونطرا. الكونطرا خصك تقلبها في الكورسو اللي درتيه النيت في ديك الرايغو بور فورماسيون، تقلب على الكورسو هذاك وعلى الكونطرا والدفع. غادي دير تبدل الوريقات باش يوليو عندك الوراق ديال الخدمه، يعني يكون بيرميسيو دي تراباخو. ملي غادي دير ديك الوريقات هادوك خصك تخدم، غادي تخدم بالكونطرا وتجمع النومينات، واحد 6 النومينات على الاقل غادي تجمعهم باش دير التجمع لمراتك وولادك. هاد مراتك وولادك شحال النومينه اللي خصها تكون عندك؟ يعني واش وخصك تكون كاري الدار، يعني كاري الدار لانه ضروري خصك تكون كاري الدار وتخرج تراباخادور سوسيال وتشوف الدار اللي كاري وهذه. وانتم عارفين ازمه الكراء يعني لا انا ما نزرب لكمش، خصو يقلب على الدار ويشوف النومينات وكل شيء باش يدفع لهم تجمع. غادي يدفع التجمع، حنا عارفين السيتات ديال التجمع في المغرب شحال كتعطل. عاوتاني سير على داك التجمع، وهنايا باش عاوتاني باش يدفع التجمع. الناس راه انا كنعرف شخصيا الناس اللي دافعين وراه حتى هما اكثر من 6 شهور او 7 شهور وما كيتسناو يجاوبهم، باقي ما جاوبهمش، لان بزاف نتاع الكومونيداديس اللي فيهم هذا المشكل ان كيتعطلوا باش يجاوبوا على واش التجمع واش الوريقات غير ديال الرايغويت ولا كيتعطلوا. كاين البلايص اللي ما كيتعطلوش دغيا الصراحه الله، ولكن انا كنهضر على هاد البلايص. يعني فين ولينا دابا؟ مبقيناش في عامين. انت خدرتي ديك الوريقات تاع عامين، انت واحد العام ديال ورق بيض، انت بدلتي دوك خدمتي واحد الشهور، انت دفعتي للتجمع، هيا انت طالع في 5 سنين.
انت طالع في 5 سنين وانت باقي يعني بحال باش تطلع وليداتك. هذه كنقول لك يعني الا تسهلت لك الامور، الا تسهلت لك الامور وربي سهلها ودغيا لقيتي الكونطرا ودغيا يعني لقيتي الكرا وبزاف د الحوايج ياك. هذه بالنسبه للناس اللي غادي تطلع بوحديتها. انا كنهضر من وجهه نظري، راه يقدر يكون نتوما عندكم وجهه نظر اخر. انا اللي كنشوفو انا كانسانه، انا كنهضر هذا عن يعني وجهه نظري، تقدر تقبلها وتقدر ما تقبلهاش. يعني ها انت شوف شحال الوقت هذيك كنقول لكم الا تيسرت لك الامور. راه كاين الناس قسما بالله الا ضاربين 14 سنه وتقدر تجيك غريبه وما داروش الوراق. راه ماشي كلشي كيلقاها مفرشه بالورد، وكلشي ماشي كلشي كتسهل الامور. انا شخصيا انا في شهر 2 غادي نقفل، باقي لي شهر نقفل 4 سنين مازال بلا وراق. لان ماشي واحد زائد واحد تساوي 2، يعني صافي كلشي في يدك. الكونترات حنا عارفين الصعوبه ديال الكونترات باش تلقاهم ياك. رانا هضرنا هذا غادي يطلع بوحدو، غادي تطلعوا كاملين بكم، غادي تطلعوا كاملين بكم، غادي تجيو. يعني في الاول الا كنتي طالع بوحدك تقدر تكري مع الدراري، تقدر ديباني راسك تخدم فاش ما كان، تنقل من هنا لهنا، كتكون واحد السهوله. كطلع انت والوليدات، خصك تعرفي ان نتوما كعائله ملي كطلع ان وليداتك عندهم جميع الحقوق هنايا، انهم يقراو، انهم يمشيو للطبيب، انه كيعيشوا نورمال. كتعرفوا شنو هي نورمال؟ نورمال كيعيشوا هنايا، ما كيتحرموا حتى بشي حق من الحقوق ديالهم هنايا. واتحدث عن تجربه. يعني وليدات كيدخلوا يجريو ويدخلوا الكوره، يديروا انشطه، يسافروا، يخرجوا، يفوزوا، يلعبوا، الطبيب ديالهم، المراجعه ديالهم، كلشي ديالهم. واش فهمتوا؟ يعني ما كيكونش شي مشكل. يعني وليداتك غادي يديروا الحاجه الوحيده اللي كتكون ناقصك هي الخدمه اللي كتكون واحد الصعوبه انك تخدم بلا وريقات. وهاد المساله هادي راها كاينه، يا تطلع بوحدك يا ما تطلعش بوحدك، راه بحال. راه الا لقيتي الوراق الخدمه وانت بالولاد او لا بلا ولاد، راه ما كاينش فرق. راه اللي غادي يضرب تماره او اللي عنده صنعته او لا، انا بعدا كنشوفها ما كاينش فرق. انا كنشوف شنو غادي نضربوها كي كنقولوا حنا نحسبوها. انت غتكون خدام بوحدك مثلا هنايا وهما في المغرب، راه ضروري غادي تصيفط لهم مثلا، لانك انت كتكون انت هو المعيل ديالهم. راه خصك هنا تخلص الكرا والموضو والمسائل ديالك كامله، وحتى المغرب كتصيفط لهم واحد الشهريه. راه ما يمكنش انت تجي هنايا وغادي تسمح فيهم. فكنظن انا انهم يكونوا مجموعين هنايا، واللي يخدموا يعيشوا به كاملين هنايا، لان في كلا الحالتين راهم محتاجينه ماديا. اللهم يجي هو للدار ويلقى واحد الجو عائلي اللي ينسيه ديك تماره وينسيه الغربه، ولا يبقى ضاربينو الحيوط بوحديتو حتى فوقاش يدير الوراق وحتى يتجمع. انا كنقول لكم هذه نظريتي، كنرجع ونقول هذه نظريتي. انا كنفضل ان الانسان يجي مجموع، وراه ربي اللي كيسهلها ماشي العبد. ولكن ملي يجي الانسان مثلا جايب عائله عاوتاني يخدم عليها، يوجد لها. انا كنقول لكم الفلوس راه كي كنقولوا حنا كدير الطريق في البحر. الانسان طالع لاوروبا يطلع معاه الفلوس باش ما يتكرفش، يلقى الكرا ان شاء الله بحول الله. ما لقاش الكرا اللي يكريلو بالكونطرا وهذه راه ملي كتكون عندك فلوس وتجي لديك لاجونس وتقول لهم فوالا انا نقدر نخلصكم حتى العام الكرا، او لا نخلص لكم حتى 8 شهور الكرا، فهما كطمعهم داكشي كيتبين لهم بان عندك الفلوس وما عندكش مشكل وهذه. وتقدر يعني حتى بنادم هكا يزعم انه يكري لك. يعني الا كنتي مطلع فلوسك ما غادي تخاف حتى من حاجه. علاش؟ ان غادي تطلع انت وليداتك، غادي تشوف دار ان شاء الله بحول الله تكريها. وفي الاول واخا الانسان كيكري واخا يعني مع الناس راه كاملين كيدوزوا من هذه المرحله، راه ما كاينش شي واحد اللي هنايا غادي تسولو من الطرف، ما كاينش اللي ما تكرفش في الاول فاش طلع. اي واحد طلع سوى اللي يعني اللي كيكون طلعت بالتجمع او لا لقى عائلته هنا، او الناس راه كلها كاين اللي كرام في الدار مشروكه، كاين اللي دوز اياماتو غير في لوطيلات هذوك الرخاصين، كل واحد وشنو. ولكن اهم حاجه ما تفارقوش على وليداتهم، لان باش يكبروا بعادين عليك راه صعيبه. خلينا ديك الحنان وديك الشيء. راه يعني انا هاد اللي كنهضر لكم عليه على تجربه. نهار اللي جا راجلي انا 2 عام ونص، راه الولد الصغير ما عرفوش، اللي تولد لي هنا ما عرفش باه. ادم وسي محمد يعني كيولي واحد بحال عاد غيولفوا بباهو، عاد عرفتي كيدير المستحيل باش يعوضهم على ديك 2 عام ونص بجميع اللي كيقدر عليه.
احسن يبقى الانسان مجموع. وانا كنشوفها حتى من ناحيه الوريقات راها اسهل، يعني فاش كيكونوا هنايا كدير الوريقات يعني هما حداك، راه كدير تجمع وانت هنايا وانت في اسبانيا احسن ما عاد جيبهم. وهذه انا كنشوفها انها اسهل انكم تكونوا هنا من انك عاد تجيب شي واحد من المغرب. هذه وجهة نظري، وكيبقى نتوما القرار لكم. انا كنشوفها هكذا، ان الانسان يطلع مجموع احسن ما كل واحد يبقى في بلاد. والبعد راه فيك انك غادي تخلص هنا والهي، فيك انك غتصرف، فيك غير الانسان يكون موقد، يجيب الفلوس بزايد، يجيب الصنيعه في يدو، يبحث على الدوله اللي هو ماشي لها، المدينه اللي هو ماشي لها، يعني يدير واحد المجهود، راه فحال واحد المشروع غادي تدخل عليه. هي هذه. ما غاديش نطول عليكم، كنظن ان الفكره ديالي راها واضحه. ولكن شي تساؤل كيف ما كنقول لكم دائما خليوه لي، وانا عند يعني دائما نجاوب على الاسئله ديالكم بكل فرح. اخوتي ما تنسونيش فقط اللايكات باش هذا الفيديو يطلع لعند بزاف الناس اللي كيسولوني على هذا الموضوع هذا. والله بزاف اللي كنجاوبهم، واللي ما كنجاوبهمش يسمحوا لي بزاف والله. غير الظروف، راه موليداتي جالسين عطله وشويش الامر صعيب عليا اني نقابل غير التليفون. راه حتى الفيديوهات مابقيتش كنحط بزاف لان وليداتي عطله، يعني عاطيهم كامل وقتي. نهار اللي يرجعوا للمدرسه ان شاء الله بحول الله كيكون عندي شويش الوقت. شكرا لكم بزاف، من هذا الفيديو نلقاكم في احسن الاحوال اخوتي.